المثل بيقول لك ايه؟ داري على شمعتك تجيد، بس في الارياف حتى لو قعدت على الشمعة مش هتعرف تداريها منهم. والعيشة في الارياف يعني الحسد والحقد والغل، ويعدوا عليك النفس اللي طالع واللي داخل، ويعدوا عليك الاكل والشرب والعيال والبط. يعني يقول لك فلانة ده هي عندها 5 فراخ و3 ديوك وبطتين، والعروسة تخش من هنا يحسبوا لها الايام اللي المفروض تخلف بعدها، يشوفوا عدى عليها قد ايه. ويا سوادي لو عدى عليها كام شهر كده وما خلفتش، يبقوا فاضل شويه ويروحوا يحجزوا لها عند الدكتوره بتاعت النساء. اللي بيتاخر عن الحمل في الارياف اكتر من 6 شهور، الواحده لو اتاخرت عن 6 شهور حاجه تلاقيها لبست النقاب عشان ما حدش يعرفها، انفضحت يا قلب امها في البلد، داخله بقالها 6 شهور وما خلفتش. ويقول لك ده تلاقي جوزها بيدور على واحده يتجوزها. ايوه ما هي غابت بقى، اقسم بالله بيعرفوا العيب من مين قبل الدكتور نفسه، ويعدوا عليك جرارات الارض والمرتب والفلوس، ويفضلوا وراك لما تشحت وتبيع كلاسينك وتسيب البلد وتهيج انت وعيالك، ويطمنوا ان انت مش هتقوم لك قومه تاني لا انت ولا عيالك لاخر العمر. هم مش مدين فرصه للشمعه تجد ولا تتزفت، هم بينفخوا فيه. دي عرفت حاجة عن حد تقابل دي دو 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 دو، دي عرفت تقابل فلان دو 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 دو، شوف علان دو 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 دو.